بالنسبة لكمال، نشاطه التجاري لم يكن بهذه السهولة قبلا. ميزرنا مليح، لازم تخلص الحوت تاع 9:30، لازم كيكون باش نقول لك في الصيف صعيب بزاف نخسروا دراهم، فهمت؟ دونك جات لي ديال فيها الماس الله يبارك، خدموا هذه طري بها، نشد على 60 كلاسيير بوليستير. كل ذلك كان بفضل مؤسسة صناعية محلية لصناعة وتركيب الدراجات النارية بأفكار مبتكرة تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الوطني. في 2013 أنا وأخي أسوسيي في الشركة هذه كنا نديروا لامبورطاسيون ريفونتون ايتا تاع لي سكوتر في 2010 حتى 2013 و2014 دانا النية تاعنا باش على ما نقدروش نصنعوا حنا ثاني في الجزائر بالامكانيات البشريه والماديه. ومن بعد دخلنا في ليدي تاع التركيب في 2014 والحمد لله في 2018 بدينا شويه في التصنيع حتى وصلنا في 2020 اين صنعنا لو شاسي تاع لي تريسيكل. نحن هنا بالوحدة الرئيسية للتركيب والإنتاج، خلية نحل كبيرة تعج بالحركية والنشاط والإنتاجية، وهو ما يعكس الثقافة الصناعية المحترفة لشركة فيامس. بدينا الشراكة مع شركة صينية هي لين هاي، شركة وطنية صينية التي تتخصص في التركيب وصناعة الدراجة الثانية، ورحنا على شركة مع ثاني إيطاليان، شركة صينية إيطاليان على لي ديزاين يسون بلو سبورتيف أوروبيان، وحنا عندنا طوندونس في هذا سبورتيف مع لي جون. حنا الجون تاعنا الشباب لما يخرج من الجامعه حنا نامنوا باللي راه قادر يخدم وقادر يجيب لنا الاضافه، حيث ان الجوده تسمح للمستهلك ديما يكون عنده المنتج افضل منتج في السوق. والجوده لا تخص المنتوج فقط بل تخص كامل السيرفيس تاعنا، بحيث انه لما يشتري الدراجه الناريه تجيه معه كامل الاوراق بحيث يكون في وضعيه قانونيه، وتجيه معه لا غارونتي، عنده عام ضمان، عام تامين، ونوفروا له خدمة ما بعد البيع. وكذلك حنا دائما نأكدوا على معايير السلامة، وبذلك ديما نمدوا له خوذة باطل. حنا شعارنا في شركة فيامس نحبوا بلادنا، نطور اقتصاد وصناعة بلادنا، ونخدموا ولاد بلادنا، اليد في اليد نبنيو بلادنا.